المنتخب المغربي كيفاش راح يقابلوا الشبان يعني الهجوم تاع المنتخب البرازيلي اللي هو حقيقة قوي جدا. المنطق يقول ان المنتخب البرازيلي راح يفوز بهذه المقابلة. البرازيليين معروفين بالفنية تاعهم. نشوفوا يوم غد المنتخب المغربي كيفاش راح تكون نهاية هذه المقابلة. ولو انا شخصيا ارشح المنتخب البرازيلي. المنتخب ترشح البرازيل للفوز على المنتخب المغربي. نظن بلي هذا ماشي عائق على المنتخب البرازيلي وعلى التشكيله ديالو. المنتخب تاع المغربي انا نقول باللي باش نقول لك باللي زعما منتخب كبير نو. بالك سيفيري بالك المنتخب البرازيلي اللي عنده لاعبين اللي يملكوا مهارات كبيره. نظن بالك شويه يروحوا للهجوم. احنا نعرفوا المنتخب البرازيلي واللاعب البرازيلي كيفاش يخمم يحوس عندهم مهارات. توزن اللاعبين تاع المنتخب المغربي واللاعبين تاع البرازيل. اللاعبين تاع البرازيل يعني تقال عليهم اقوى بكثير، ولكن تاع البرازيل يعني تقال عليهم اقوى بكثير، ولكن بدات تبقى تاع مقابله تاع كاس العالم. احنا شفنا دوك المرات باش نعاود نرجع لك لما تشوف المنتخب المغربي واش دار مع اسبانيا. المباراه تاع غدوه راح يكون واحد الصراع كبير. انت تلعب ضد منتخب اللي يحسن اللعب خويا. المنتخب البرازيلي انا نقول باللي عنده فريق متكامل في 3 خطوط سواء في الدفاع ولا في وسط الميدان او في الهجوم. ترتيب المقابله ديال البرازيل تعادلت مع المكسيك اللي خلات المنتخب المغربي يكون هو يعني هو في راس الترتيب ديال المجموعه ديالو. ثلاثه ديال النقاط. تخيلوا كان الناس ملي كتشوف المجموعه ديال المغرب البرازيل المكسيك اسبانيا كانت تقول لك اودي نتمناو غير تعادل، ولكن حنا كنا تايقين. انا قلت لكم في الفيديو ديالي والله الا قلت لكم بان المغرب غادي قادر يفوز على البرازيل وعلى اسبانيا ويدير غير تعادل مع المكسيك ويفوت ب6 بوان. اليوم المغرب راه تقريبا تاهل في 99.99% متاهل للدوزيام تور لانه طلعوا 3 في المجموعه، ولكن المغرب باغي المرتبه الاولى باش يتفادى في الدوزيام تور والتروازيام تور شويه الاقوياء باش تكون عنده الفرصه باش ان شاء الله باذن الله يوصل للنهائي لانه عنده منتخب كبير. نتمناو لهم التوفيق ان شاء الله في المقابله الزوجه ديال البرازيل. تفرجت البرازيل والمكسيك. البرازيل سي فري عندهم كاباريات ولعابه شويه يلعبوا وليديال قاصحين وقدامنا، مي المغرب عنده فنيات، عنده لعابه، عنده مفاتيح ديالو باش يقدر ينتصر على البرازيل ان شاء الله باذن الله. وما تخوفوا حتى المنتخب المغربي ولا الكره المغربيه راه ما يخوفها حتى فريق وما يخوفها حتى منتخب في هذا الوقت، لانهم ما شاء الله عندهم برنامج مخطط ل 2030 باش قادرين يديو كاس العالم 2030 وقادر يجيبوها لقجعوا المنتخب المغربي في 2026 من امريكا ان شاء الله باذن الله. لانه الخطه والطريق اللي درسوها طريق مليحه ديال الرياضه والنهوض بالرياضه في المغرب. حنا دابا كنبريباريو ان شاء الله الماتش وعارفين اش خاصنا نديرو ان شاء الله، وان شاء الله كنتمنى للشعب المغربي باش نفرحوهم. حنا قادرين على هذه المسؤوليه هذه ما حنا جينا لهنا، وان شاء الله نفرحوا العائلات والشعب وكاع الناس اللي كيتسناو نديروا ماتشات كبار في كوب دي مود ان شاء الله. وكما كتعرف الجروب كامل صعيب عندنا وحنا موجودين لهادشي من شحال هادي. ما حدنا باغي نجيو كوب دي مود، ما حدنا عارفين غنطيحوا مع فرق واعرين. وكما كتعرف راه المغرب هذا المغرب راه فرقه كبيره الحمد لله. المقابله الزوجه ديال المنتخب المغربي مع البرازيل غتجي اليوم الخميس مع 12 ديال الليل، يعني تقريبا يوم الخميس نهار الخميس يوم الاربعاء مع 12 ديال الليل. والمقابله الثالثه تكون مع المكسيك. انا نتمنى ان شاء الله يفوزوا في المقابله هذه مع البرازيل، وتكون المقابله الثالثه مع المكسيك الا كما نقولوا ان شاء الله تعادل ولا يديروا فيها نتيجه مليحه ويفوتوا على راس مجموعه المنتخب المغربي للشبان. مباراة غدا ان شاء الله جيده واستعدينا لها مزيان في ظروف مزيانه هنايا الحمد لله، والدراري راه واعيين بالمسؤوليه اللي عليهم. وغدا ان شاء الله نحاولوا نفرحوا الشعب ديالنا اللي كيتسنانا ونفرحوا عائلاتنا ونجيبوا 3 بوان ان شاء الله. الحمد لله حنا عائله مع بعضياتنا وكندوزوا اجواء مزيانه كاملين، والحمد لله احنا نقوموا بداكشي اللي علينا باش نأديو الواجب الوطني ان شاء الله، ونتمناو الخير ان شاء الله ونفرحوا المغاربه كاملين ان شاء الله. كيف هذا تفضل التأشيرة الدخول إلى المغرب؟ لماذا هذه التأشيرة؟ هل خوف أن المغرب لا يريد الجماهير الجزائرية حتى التونسية؟ اسمع الأقجع هذا تاعهم لما يقول مرحبا بالجزائر ومرحبا بالجزائريين. أنا أرد عليك أيها المخزن.
لا داعي للتمثيل. دور الوفاء والمواقف كشفت غدركم، وهذا ليس من اليوم، منذ 400 سنة. الدخول إلى المغرب، لماذا هذه التأشيرة؟ هل خوف أن المغرب لا يريد الجماهير الجزائرية حتى التونسية لتشجيع المنتخبات تاعهم؟ لهذا الحد أصبح المغرب يخاف الشعب الجزائري أو الكرة الجزائرية. احنا مش راح ناخذ بلد المغرب بلدنا كالجزائر، ولكن لماذا هذا المخزن دائما وراءنا؟ أنت في كأس أفريقيا، يعني راح تشمل أفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موروكو ألف مليار مبروك أولا للمنتخب المغربي، للشباب اللي تألق وأبدع وفاز على منتخب أسبانيا يعني بنتيجة تقيلة 2-1، لكن كانت مباراة يعتبر المنتخب المغربي رقم 1 عالميا حاليا. طبعا منتخب المغرب للشباب، ولما نتكلم على منتخب المغرب للشباب نفكر ولو للحظة، ومنتخب المغرب بيواجه مين؟ منتخب المغرب المنتخب الجبار، المنتخب اللي بيمثل أفريقيا، وأحسن منتخب في أفريقيا، وأحسن منتخب في الوطن العربي حاليا، وبيدخل أي بطولة بينافس عليها، مش بينافس كده عشان خايف لا يخرج منها حاشا لله، لأ، ده بينافس فيها علشان خاطر ياخد كاس العالم، ياخد كاس افريقيا. يا جماعه المنتخب المغربي مختلف تماما عن اي منتخب عربي او افريقي حاليا. دلوقتي انا يعني من حبي للمغاربه، ومن حبي ومن عشقي للكره المغربيه، انا ما بقتش اسيب اي مباراه للمنتخب المغربي، سواء بقى حتى لو اشبال، لو 15 سنه، لو 10 سنين، هتتفرج على كرة صح، هتتعلم. عايز تتعلم كرة، روح المغرب اتعلم من المغرب، اتفرج على المهارات المغربية. طيب هو واجه المنتخب الاسباني اللي فيه نجوم كبيرة، ونجوم بتلعب في ريال مدريد، بتلعب في برشلونة. طبعا الكرة الاسبانية معروفة، معروفة عالميا ان هي يعني تحس ان هي كرة ملوك كده، لكن يلعبوا امام المنتخب المغربي اصلا الملقب بالملوك، الملقب بالنجوم، الملقب باسود المغرب، اسود الاطلس، تلاقي النتيجة عكسية. منتخب اسبانيا ممسكش الكورة طوال 90 دقيقة يا جماعة. الهجمات بتاعته ما كانتش مؤثرة بدرجة بنسبة مثلا 3-4%. تعال بقى شوف المنتخب المغربي وأداء المنتخب المغربي، وتحطيم أمال المنتخب الأسباني من قوة المنتخب المغربي، ورعب الإعلام ورعب الصحف الأسبانية بعد طبعا لما شافوا الهدف الثاني من المنتخب المغربي. لعيبة بتلعب يا جماعة عندها ثقة عالية جدا جدا جدا، ما شاء الله ما شاء الله. انا واحد من الناس يعني لما باجي اتكلم في اي موضوع عن المغرب لازم اقول ما شاء الله، عشان الناس ديت ما ينفعش تتحسد، ما ينفعش حد يحسد الناس دي يا جماعة، والله بجد الناس ديت. انا مشفق على الاعلام الجزائري، وكلامه على المغرب، علشان نفسه يبقى ربع المنتخب المغربي، نفسه يبقى عنده حد يعني يبقى ربع، يلعب ربع اللعب اللي المغاربه بيعملوه. بصراحه شابوه للمغاربه، يعني ان شاء الله جود لك في الفترات القادمه. ان شاء الله المباراه القادمه هتبقى صعبه جدا يا جماعه. والله احنا لازم نفتخر بالمغاربه، ولازم نقف وندعمهم، علشان يا جماعه ده بيواجه منتخب اسبانيا وكسب منتخب اسبانيا، وواجه منتخبات كبيره قبل كده وكسبها. ودلوقتي بقى الفترة القادمة ان شاء الله على خير بإذن الله، يوم الخميس القادم هيواجه منتخب البرازيل. صدمة، وفي نفس الوقت رغبة ورهبة للصحف البرازيلية. طبعا لما الصحف البرازيلية شافت المنتخب المغربي
واداؤه العالمي امام منتخب اسبانيا وفوزه على منتخب اسبانيا في اول مباراة للمنتخب المغربي. طبعا كشر على انيابه، المنتخب المغربي كشر على انيابه، ورعب الاعلام البرازيلي، ورعب الكرة البرازيلية، ورعب الكرة الاسبانية، وخلى اي منتخب عالمي دلوقتي، اي منتخب في العالم دلوقتي يخشى مواجهة المنتخب المغربي. مرعوب ان هو يواجه منتخب زي المنتخب المغربي اللي عنده ما شاء الله يعني حتة ان هو لازم يكسب، ما عندوش حتة ان هو لازم يتعادل او لازم يكسب، لا هو لازم يكسب. فكل تمنياتنا للتوفيق لهذا المنتخب العظيم، وان شاء الله يعني نشوف تفاعل كبير جدا من الجمهور العربي والجمهور الافريقي، علشان خاطر هذا المنتخب هو اللي بيمثلنا كلنا حاليا يعني. عايزك تشاهد الفيديو للاخر، وان شاء الله نتقابل في المرات القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم.